يمكن كانت يعني المباراه المهمه في الرابعه بيعز عبد الناصر هي مباراه العبور والمصري القاهري، واتلعبت المباراه دي في ملعب المصري القاهري، وقدر فريق العبور بيحسم البطاقه الثانيه مع الشمس. النهارده كان امل الوحيد لمصر التامين النهارده ان هو يكسب الغابه ويتعطل فريق العبور. كان الفرصه الوحيده ليه كان ان العبور يتغلب ويكسب مصر التامين، يصعد مصر التامين مع الشمس، لان كان العبور عنده التامين فاز 2-0 2-1 ولكن العبور لم يترك له خلص وكسب النهارده. والكابتن زيزو بنقول له مبروك طبعا مبروك، وهارد لك لمصر التامين، هارد لك لفريق اسكو، عملوا موسم اكتر من رائع وكان في صراع بينهم، لكن هي دي كره القدم. وبنبارك طبعا لفريق الشمس وفريق العبور، واعتقد يا استاذ عبد الناصر ان الترقي دوت هيبقى يعني هو ترقي يستحق المشاهده، لانه ترقي بدرجه ممتاز. طبعا اقوى، يعني مباراه قويه جدا، يعني تخيل حتى اسم الفرقه. وانا بقول لك الاعلاميين وانا بقول لك من دلوقتي ان في قنوات هتتكالب على هذا الترقي بتاع القاهره والجيزه، وانا بهمس في اذن انديه القاهره والجيزه اللي صعدت في الترقي الشمس الاعلاميين الطائرات العبور ما تدخلوش كاميرا الا بفلوس ما عدا الحدث. احنا طول السنه معاك لما يجي يسرق كده هديده 25,000 للماتش، معاهم فلوس كتير. احنا مكافأة اللي عملناه معاكم متعاونين وفي بروتوكول تعاون وهندخل. اي حد غيرنا تقفشوا منه 25,000 جنيه على طول، هيكلموكم خلال 48 ساعه. كلامك صحيح 100%. من دلوقتي بدأوا هم ممكن يكون من النهارده بدأوا انهم يعملوا اتصالاتهم وكده. الاستاذ عبد المنعم حسن قال لهم ان اتحاد الكوره منعهم من الحديث. الاستاذ صالح المحترم يا استاذ عبد المنعم دخل واتكلم وقال الواقع ان زي ما قالت له ادخل قول لنا اتحاد الكوره منعك واحنا نصدق. يدخل على المداخله التليفونيه. انت سامعني يا استاذ عبد المنعم؟ انت راجل جريء وابن بلد وشبراوي، ما ينفعش تهرب من الشهاده. اللي كابتن صالح عبد الحميد دخل معانا ما قالناش اتحاد الكوره منعنا. صحيح. وانت زيه، فبالعكس هو منصبه اعلى. اتفضل يا كابتن. فطبعا بنبارك للعبور ومصر التامين والنادي الشمس. كده الدوري الترقي هيبقى بين الاعلاميين والطيارات، وهيبقى الشمس والعبور. واعتقد ان زي ما قلت لحضرتك هيبقى عبد الناصر للعبور. طيب خلينا نطير الى ملعب العبور. كاميرا كرة بلدنا وقناة الحدث كانت موجودة وجاءت لكم بلقطات حصرية لمباراة